فكرت قبل كده يا صديقي ايه سر نزول سورة عبس وتولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أن جيءه الأعمي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. الاول تعالى نعرف مع بعض ايه سبب نزول سورة عظيمة زي دي. السلام عليكم، عامل ايه يا صديقي؟ كل سنه وانت طيب. طبعا كلنا سمعنا سوره عظيمه زي دي قبل كده وعارفينها، لكن البعض مننا ما هواش عارف ايه سبب نزول سوره زي دي او معناها، صح كده؟ اهو سبب نزولها بقى يا صديقي هو الصحابي عبد الله ابن مكتوم. ده بقى يا صديقي كان رجل كفيف مش بيشوف، ده غير ان هو من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. اثناء ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول مع كبار قريش ان يدعيهم للاسلام زي عتبه ابن ربيعه وابو جهل العباس ابن عبد المطلب وغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا ان الناس دي تدخل الاسلام، لان زي ما قلت لك ان الناس دي من ساده قريش، فكان هيبقى ليهم تاثير قوي جدا مع الناس اللي حوالين منهم، ده لو هم دخلوا الاسلام. ففي اللحظه دي جه عبد الله ابن مكتوم وهو مش عارف ايه اللي بيدور حواليه، بدا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله. وكان ساعتها بيلح بالطلب ده، بمعنى ان كل ما يحس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه روح قايل له زي ما قلت لك يا رسول الله علمني مما علمك الله. فساعتها عبس الرسول في وجهه وانشغل مع ساده قريش. هنا بقى نزلت السوره العظيمه دي عبس وتولى، كان فيها عتاب لطيف للرسول صلى الله عليه وسلم، توضيح الصورة ان الأولوية للدعوة كل من أقبل على الخير وطلبه بخشوع حتى لو كان فقير أو ضعيف، فده بيكون أفضل على من استغنى واستكبر عن الحق حتى لو عنده سلطة. فساعتها استجاب النبي صلى الله عليه وسلم للعتاب الإلهي، وأصبح بعد كده يكرم عبد الله ابن مكتوم، وكل ما النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه ويقول له مرحبا بمن عاتبني في ربي. فبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تشيره كتير مع اصحابك عشان يستفيدوا زيك كده بالظبط، والاهم من كده انك تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد وتستفيد ان شاء الله. بس كده اشوفك في فيديوهات قادمه كتيره ان شاء الله، مع السلامه يا صديقي.